خلينا بص نتكلم النهارده مع الناس اللي هي ملهاش في الرسم خالص، او زي ما بيقولوا ان احنا بنرسم الراجل عبارة عن عصاية بس كده، فما فيش امل ان احنا نعرف نرسم. يعني خلينا نتكلم مع الناس اللي هي بترسم بالشكل ده. تعالى هرسم زيك كده بالظبط وهنطلع الرسمة رسمة شخص حلو جدا يعني. تمام، انت بتقول ان انت بترسمه بالشكل ده، بس احنا هنحط لها بس شوية منطق. تمام، هناخد ادي الراس اللي انت بتقول عليها اللي هي بتبقى دايرة فوق دي. تمام، وماشي هنا الرقبة. تمام، اللي هو العصايه دي هنعتبرها هي العمود الفقري. تمام، بس مش هنعمل الايدين والرجلين كده، هناخد بس خط كده وهناخد خط كده. تمام، خدنا الخط ده والخط ده. ده الكتف، ده الكتف اليمين والشمال، وده قول مثلا الوسط او الحوض مثلا، يبقى ده العمود الفقري وده الكتف وده الحوض. تمام، هناخد بقى الدراعين اللي انت بتعملهم دول اللي انت حاببهم دول، هناخد ادي واحد وادي التاني، والرجلين كذلك من هنا ومن هنا. تمام، هنديها بس شويه منطق، يعني مفيش حد دراعاته طالعه من عمود الفقر على طول ولا رجليه نازله من عمود الفقر على طول، لازم يبقى فيه وسط ولازم يبقى فيه كتف. تمام، هنوصل دي بدي ودي بدي. تمام، هناخد زي 8 كده في النص بين الرجلين، وهنوصل دي كده ودي كده، وهنعمل تخانه للدراع كده. كده بقى عندك شخص. تمام، نعمل بقى الرجل من هنا ومن هنا والايدين. انا بعملها ببساطه خالص عشان ما تحسش بتعقيد، وهنتخن الرقبه بس شويه كده. تمام، سيبك من الكلام ده كله، هنتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي. تمام، ونعمل له مثلا الشعر كده. بقى عندك شخصيه تهيألي احسن من دي شويه. طيب تعالى بقى ناخد الكلام ده كله جزء جزء، ازاي نقدر نطور فيه. خلينا نبدأ مثلا بالوش. تمام، في غلط كبير قوي الناس بتعمله، هي ان هو وهو بيتعلم بينشغل قوي بتفاصيل العينين والمناخير والبق، وازاي يرسم عين وازاي يرسم مناخير، وما يعرفش هي بتتحط فين اصلا في الوش. تمام، زي ما قلنا قبل كده، الوش عبارة عن مثلا دايرة او اي شكل هندسي انت عايز تعمله، دايرة او مربع او مثلث ولا تزعل. تمام، في النص باخد علامة زائد. علامة الزائد اللي هي واقفة دي بتقسم لي الوش بالطول، واللي بالعرض دي المكان اللي انا بحط عليه العينين، ما بتقسمش الوش، مش لازم تبقى في النص، ممكن تبقى فوق شوية. تمام، ممكن تبقى تحت شوية حسب الشكل اللي انا طبعا انا بتكلم كاريكاتير، فهيبقى الموضوع يعني في حرية شوية، غير طبعا النسب والحاجات اللي الناس اللي هم بترسم حاجات بورتريه او كده بيخضعوا ليها. تمام، خلينا مثلا نقول زائد عشان بس ما توهكش، وهنا مثلا هاخد زائد برضو وهنا زائد برضو. تمام، طيب الزائد دي اللي هي الخط اللي بالعرض انا هحط عليه العينين. تمام، ايا كان، شوف انا برسم العينين يعني دايره وجواها دايره، مش اكتر من كده. تمام، وبعدين المناخير خدها بس قوس كده، وبعدين البق. تمام، الحواجب طبعا فوق العين. طب الودان في نفس الخط بتاع بتاع العين. طبعا قلنا الكلام ده كله بالتفصيل في الفيديو الاولاني خالص بتاع تعليم رسم الكاريكاتير، رسم الوجه، وهسيب لك برضو طبعا اللينكات كلها في الديسكريبشن تحت. تمام، كده انا عملت رسمت وش. رسمت وش مبدئي. تمام، تعرف تاخد الوش ده تحطه هنا، يعني لو عملنا علامة زائد هنا مثلا، ورحنا عاملين العين مش اكتر من انها دايرة، ومناخير، والبق اهو. طبعا المناخير كلها المناخير في النص الوش بالظبط، مفيش حد مناخيره في الجنب كده. تمام، طيب في حد مثلا يهتم قوي بتفاصيل شكل العين، مثلا يرسم ازاي العين ويعملها ازاي مظبوطه والكلام ده كله، بس محطوطه غلط، يعني الاتنين مش على خط واحد، في واحده فوق واحده تحت. تمام، المناخير معوجه شويه. تمام، البق عامله تمام بس مش محطوط في مكانه السليم. تمام، الودان معمولة لفوق قوي وواحدة تحت. تمام، انت حتى مهما كنت عامل التفاصيل دي بشكل جميل، بس مش محطوطة بشكل مظبوط، تحس ان الرسمة فيها قلق شوية. تمام، غير لما تكون انت عاملها مظبوطة بالظبط. تمام، خلينا ناخد مثال على المربع برضو. تمام، يعني بص انا عايز اعمل الملامح مش عايز اعمل فيها اي تفاصيل.
مربع يا عم، انا هعمل العينين مربعه وجواها النني دايره عادي اهو، بس في مكانها المظبوط. مناخير اعملها بالشكل ال ده مثلا، تمام، والبقعه، تمام، مش اكتر من كده. وانا في بدايه ما انا بتعلم اتعود بس ان انا احط الحاجه في مكانها السليم علشان ميبقاش شكلها وحش. تمام، سيبك من تفاصيل العين بتترسم ازاي، والرموش والنن بيبقى ازاي اعمل فيه اللمعه وازاي مش عارف ايه، متشغلش بالك بده خالص. تمام، المهم الحاجه ايه اللي هي العناصر بتاعتك تتحط مظبوطه. تمام. الخط اللي بالعرض ده باجي من عنده واروح ايه اعمل الودن هنا وهنا. تمام، اعمل بقى الشعر مثلا من هنا لهنا كده براحتك. اهم حاجه تتمرن على انك تعمل شكل مظبوط. كذلك المثلث. تمام. في حاجه كمان مهمه جدا، انا لما باجي ارسم شخص واقف، ولا بلاش دي، خلينا بس ايه بنتكلم في بقيه الحاجات. تمام، عملت الوش اهو اللي هو فوق ده، عملته خلاص، خلصت منه، عرفت بيتعمل ازاي. تمام، انت بعد كده عايز تلعب بقى في التفاصيل، هتعرف بقى تفاصيل العين بس وهي في مكانها ده، هتعرف تفاصيل المناخير بس وهي في مكانها ده، الودن وهي في مكانها ده، الشعر بقى ازاي وهو في الحته اللي فوق دي. تمام، البق كذلك. تمام، انت بقى بالسنس بقى هتعرف بقى الفرق بين المناخير والبق، الحته دي اللي هي بيبقى فيها الشنب تبقى قد ايه. تمام، هي ملهاش مقاييس معينه، لان في ناس الحته دي بتبقى واسعه عندهم، وفي ناس الحته ضيقه. انت بقى هتعرف كل ده بالايه، بالسنس بتاعك. لكن اللي لا خلاف عليه، العينين بتبقى هنا، المناخير، البق بنفس الشكل ده كده. تمام. طبعا بعد كده انت بتعرف بقى تطور، او بتعرف ان انت ازاي تحرف ده، وتعمل عين اكبر من عين، تعمل مش كل ده هيجي مع الوقت، بس مش هيجي برضو الا لما تبنيه على اساس مظبوط. تمام، خلاص خدنا الوش عملناه. تمام، عايز اعمل الجسم. انا عايز اعمل الجسم حد واقف. تمام، ما نشغلش برضو بتفاصيل الجسم وفي الاخر يطلع ايه الشخص مايل معايا. تمام، انا عاوز اوزن ايدي بحيث ان انا ايه ممكن اعمل خط وهمي كده. تمام، ان الشخص ده واقف، يبقى انا ايه لما اعمل جسمه هعمل مثلا ايه، هيقول هنعمل زي ده مثلا الرقبه اهي. تمام، واحاول قدر الامكان ان هنا قد هنا عشان يطلع مظبوط. تمام، جسمه اللي فوق عباره عن مربع او مستطيل. تمام، وفي رجليه اهي، رجليه هنا نازله واقفه على الايه، على الارض، واقفه على الارض كده، ارض ايه يعني خط مستقيم كده، بروح اعمل عليه ايه رجله من تحت. مهم جدا انه يبقى واقف، وكذلك دراعه. تمام، دراع من هنا ودراع من هنا، لازق في نازل من كتفه، مش طالع من بطنه. ده غلط، ناس كتير قوي بتغلط في الحته دي، اللي هو يرسم واحد كده مثلا رجله كده ويعمل ايه دراعه كده. طب ايه الزاويه القايمه دي؟ تمام، انت دراعك بيبقى نازل من كتفك على طول، يعني هنا الكتف. تمام. عايز انت بقى تبالغ في الملامح دي، تكبر العين، تعمل عين كبيرة عن التانية، تعمل البق كبير، تعمل الودان كبيرة، بس تبقى طالعة من مكانها المظبوط، يعني ما تعملهاش فوق مثلا. تمام، مهم جدا الشخصية تبقى واقفة، يعني الشخص يبقى واقف. تمام، ثابت لازق في الارض. في ناس كتير قوي تعمل، يعني انا بعمل بس الحتة اللي عند الرجل كده. تمام، كده رجل فوق ورجل تحت. طب انا لو عملت ارض تحته كده خط كده على انه في الارض، المساحه دي فين بتاعت ايه؟ تمام، عايز تعمله تاني الرجل فوق في تانية الرجل لها وضع تاني، بنتنام من عند الركبه هنا، لما كنا اتكلمنا قبل كده على ازاي تعمل حركات الجسم. وهسيب لك برضو كل اللينكات دي في الديسكريبشن تحت.
تمام. بس انا بكلم الناس اللي هي لسه بتتمرن وبيقعوا في اخطاء هو مش عارف ان ده غلط او مش واعي ليه، فعلشان كده مش عارف يصلحه او مش عارف فين المشكله بالظبط. يعني عشان بس نخرج من بره الدايره والمربع والمثلث والحاجات اللي خلينا بقى نخرج من الحكايه البدائيه دي ونبتدي ان احنا نعمل تفاصيل اكتر للوش. تمام. برضو من خلال تداخل بعض الاشكال الهندسيه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، بس هنحط لها تفاصيل اكتر المره دي. مثلا مثلث. تمام. عندنا مثلا ايه دايره ومثلث. قلنا المثلث مش هنخليه ايه مدبب قوي كده، بس هنديله ايه يعني عشان يبقى دقن بس. تمام. علامه الزائد اللي في النص عشان تحط عليها العينين، عين هنا وعين هنا، مناخير، البق مثلا هنا. تمام. هنا انا حددت ان انا هحط كل تفصيله او كل ايه اللي هي الاجزاء بتاعت الوش، يعني العينين والبق والمناخير دي بيبقى اسمها ايه ملامح مثلا او كده، انا عارف انها هحطها فين. تمام. وكذلك الودان يلا بالمره على نفس الخط بتاع العين. تمام. ده الشكل المبدئي. طيب خلينا بقى عشان نعمل التفاصيل اكتر. العين. تمام. العين بتبقى لجوه شويه، يعني الحته دي اصلا في الجمجمه عندك دايره كده فاضيه. تمام. فيها الدايره دي العين عباره عن دايره. تمام. والنني بتاع العين اهو. العين بتبقى كده. اللي بيديها الشكل بتاعها هو الجفون، الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، هي اللي عامله الشكل ايه الشكل الجمالي للعين اللي احنا بنشوفه ده. تمام. طبعا فيها رموش وفوقيها ايه حواجب. تمام. العين التانية هتبقى ايه نفس الموضوع، بس بدل ايه يعني الجفون رسمتها رايحة الناحية دي، يبقى دي الناحية التانية. تمام. وهكذا. والمناخير بقى في النص. خلينا بس نتكلم عن ايه عن العينين دلوقتي. تمام. فهنحط هنا ايه العين بالشكل ده. جفن فوق وجفن تحت. فوقها على طول في الحواجب. طيب فاكر لما اتكلمنا قبل كده في موضوع رسم الشعر، قلنا ان الشعر عبارة عن منبت مثلا من هنا ورايح على مفيش. تمام. واتكلمنا قبل كده عن حتة الحواجب، من انت بتحدد رسمة الحاجب وبعد كده بتطلع من المنبت ده على مفيش على مفيش على مفيش على مفيش بالطريقة دي كده. هنعملها برضو هنا. هنحدد بس رسم الحواجب هنا اهو. طبعا انت في الكاريكاتير ممكن تعملها مثلا ايه مصمطة كده، مش لازم تكون الحواجب بالظبط يعني، بس احنا ايه بنتكلم في الفكرة الايه الاساسية من الحاجة اللي احنا بنعملها. يعني الفكرة الاساسية فيها ان هي شعر. تمام. حبيت ان انت تعملها عبارة عن مثلا خطوط كده بالشكل ده، ماشي. ما احنا بنتكلم في كاريكاتير بعيد عن الواقعية شوية، بس يعني برضو اعرف الدنيا ماشية ازاي وبطور فيها زي ما انت عايز. المناخير. قلنا المناخير قبل كده عبارة عن دايرة في النص كبيرة. تمام. نص دايرة في الجنب، نص دايرة في الجنب التاني، واطلع بالعصاية دي. تمام. وفتحتين المناخير هنا. ده بمنتهى البساطة. تمام. طبعا ايه المناخير طالعة من اليمين رايحة على الحاجب ده، ومن الناحية التانية رايحة على الحاجب ده برضو. تمام. البق قبل كده قلنا ان البق عبارة عن ايه الشفة اللي فوق المنظر ده كده، والشفة اللي تحت. تمام.
طبعا احنا بنتكلم ايه بسرعه، ويعني مراجعه بس على اللي اتكلمنا فيه قبل كده، وهسيب لك برضو ايه الفيديوهات اللي بتتكلم في الحاجات دي بالتفاصيل تحت في الديسكريبشن يعني. تمام. طيب خليني كده مثلا ايه احبر بحيث الدنيا تكون واضحه. طبعا وانا بحبر بقى مانيش ايه، مش هعمل دايره ومثلث والكلام اللي انا عملته ده، هشتغل بس على الاوت لاين. تمام. بص، هو في الكاريكاتير ان انت بتحور في المواضيع، بس مهم قوي ان انت تبقى عارف الاصل فيها عامل ازاي، علشان لما تحور يطلع التحوير بتاعك انت عارف هو مبني على ايه. يعني ما تقولش انا بعمل كاريكاتير فخلاص ان انا بقى ايه هعمل اي حاجه كده وخلاص، لا، انا بعمل ده وانا عارف ان المفروض يتعمل ايه. خلينا نمسح الرصاص. معلش بقى عشان الوقت انا مستنيتش الحبر ينشف فمسحته على طول وخلاص، انا بس عايز اوريك الفكره. تمام. ايه ده، الورقه اتقطعت. هو اصلا سكتش بوك اي كلام يعني. تمام. انا بتقل بس على اللي انا عملته. تمام. فاكر لما عملنا الجفن فوق والجفن تحت كان في اصلا دايره، ممكن ايه نسيب لها ايه علامات كده تدل على الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، اللي هي التقسيمه بتاعته. تمام. عندك الشعر، حته الشعر اللي احنا لسه بنتكلم فيها وعملنا فيها قبل كده فيديو او اتنين، لا اتكلمنا فيها كتير يعني، اتكلمنا فيها كتير بس في فيديوهين هما مركزين اكتر. وقلنا ان الشعر بنحدد المنبت منه اول، زي مثلا هنا احدد المنبت ايه هنا في الجناب وفوق، يعني الشعر طالع منين، طالع من هنا، ما اقعدش اعمل اي شخبطات كده وخلاص، لا، ما فيش شعر بيتعمل كده، في الشعر هو رايح فين وجاي منين ده، لا ما فيش. تمام. يعني كده 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 مش لطيفة يعني. تمام. انا بس براجع معاك بسرعة، وبعد كده انت ايه هسيب لك انا الفيديوهات التانية مزمز فيها براحتك. تمام. تدي بقى تفاصيل الوش، يعني مثلا من تحت من جنب المناخير كده في ايه خط كده في الوش اللي هو بتاع الخدود، في تجاعيد في القورة شوية، ايه كمان، خلينا مثلا نديلها بس عشان اعرف اشتغل. نعمل له مثلا ايه تجاعيد كده جنب العين، هتكبره في السن شوية بس مش مشكلة، انا بس بوريك الدنيا فيها ايه. تمام. طبعا الخطين دول اللي هم ايه الخدود، يعني في كده في ناس عندها ايه في تجسيمة في الخد ده وفي الخد ده. طيب بالمرة بقى لو حبيت اظلل الوش ده زي ما اتفقنا في التظليل، ان في مثلا ايه نور جاي من هنا مثلا فيبقى هنا ظل، فانا بقسم ايه العنصر بتاعي نصين، وكل حاجة عالية بترمي ظل على الايه على الحتة الواطية اللي جنبها، يعني مناخير اعلى عالية طالعة من الوش المفروض يعني. تمام. والنور جاي من هنا فالظل بتاعي هيبقى فين الناحية التانية.
تمام. في المناخير رامية ظل على الناحية التانية. تمام. وعشان انا العينين لجوه غارزين لجوه في الوش. تمام. بمشي كده على خفيف بحيث انها تديها بس التجويفة بتاعتها. برضو الكلام في الظل والنور والحاجات دي هسيب لك برضو ايه اللينك بتاعه. طبعا انا محدد هنا النص ده، يعني ايه انا عندي الظل هيشتغلوا هنا اكتر. الظل بيبقى اجمل لو انا عملت مشيت بالخطوط بتاعتي او بالتظليل بتاعي اخد نفس تجسيمة الوش او تجسيمة اي حاجة، اي عنصر، يعني اي جسم قدامي. يعني مثلا ايه ما في ناس بتعمل كده ماشي، ده حلو، بس يعني ايه لو قدرت ان انت تاخد تجسيمة الوش، يعني مثلا الوش ده اهو تمام، فهو تحدد مثلا المركز بتاعه من هنا وتبدأ ان انت ايه بحيث يديك شكل الكورة، يعني ميبقاش مجرد شخبطات من الجنب كده. تمام. طبعا الدقن دي الوش طالع عن الرقبة شوية. تمام. فهرمي ظل يعني الوش الدقن بالحتة اللي تحت الدقن دي هي طالعة شوية، فما يجي نور من هنا فهيرمي ظل على الناحية التانية. تمام. الحتة دي أبعد ما يكون عن النور، فهتبقى أكتر مكان غامق، وكل ما أجي هنا كل ما الدنيا بتفتح أكتر. فأقول لك تمرين حلو جدا، يعني جربته مع ناس ففرق معاهم جدا. هتقسم مربعات وهتبتدي ان انت تظلل بالقلم الرصاص. هنا اغمق حاجة، هنا اخف، هنا اخف، هنا اخف، ايا كان عدد المربعات. يعني لو طلع معايا 4 ممكن 5 ممكن 6 حسب ما انت بقى ايه. يعني انا هبدأ ان انا اظلل ده اغمق حاجة، وهاجي هنا اخف ايدي سنة، وهاجي هنا اخف ايدي اكتر، وهاجي هنا اخف ايدي اكتر واكتر. تمام. هتفرق معاك ان انت هتعرف ازاي تتنقل ما بين الغامق قوي للفاتح 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 وهكذا لحد ما توصل ايه للسعة الاضاءة اللي هي ايه اللي هي قدام النور على طول. تمام. تقري تمام يعني ولا مش تمام؟ تمام. فخلينا ايه نتنقل لايه كمان. احنا كده بنراجع بسرعة على حاجات كتير. لو هعمل للراجل ده شنب، تمام، الحاجب المنبت بتاعه من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت فوق فوق. الشنب لا، من فوق لتحت. تمام. بيبقى الشنب له ايه يمين وشمال، ده الاتقل، وفي النص بيبقى خفيف. يعني ممكن تعمله في الاخر بحيث ان لو طلع معاك خفيف مش مشكله. ممكن تعمله مثلا سكسوكه تحت كده، دوجلاس مثلا. عايز تصيع مثلا وتنزله شعريه كده مثلا، يعني اللي هو مش كله يعني تيمه واحده، لا في برضو. تمام. مثلا يعني ايه تاني كنت عايز اتكلم فيه دي انا نسيت. انت بعد ما انت عرفت بقى الكلام ده كله بالتفاصيل بتاعته، ممكن بعد كده بقى تحرف في الدنيا بقى اللي انت عايز تعمله. تمام. طبعا احنا بنتكلم كاريكاتير، بس برضو باكد ان انت مش معنى ان انت كاريكاتير ان انا ايه اقوم عامل اي بتاع واقول انا اصل انا برسم كاريكاتير. لا، لازم برضو تعرف الصح وتخليه جواك.
لان انت لما بتعرف الصح او بتعرف ازاي المفروض يتعمل، بتعرف ان انت تحور فيه، بتعرف ان انت يعني تخترع بقى يعني. تمام. يعني احنا مثلا هنا اتكلمنا عن الوش ده، خلينا مثلا ايه ناخد مثال. انا بقى حاجه بقى انا هافور فيها على قد ما اقدر. تمام. مثلا وشي كده، الشعر خلاص انا عندي الشعر، انا عارف انه في الايه في الحته دي كده. تمام. ودان، هعمل العين كبيره جدا، مناخير دايره، عباره عن دايره بس شوف انا حاطط الايه، حاطط المناخير، حاطط العين مش عارف ايه في مكانها المظبوط. تمام. شوف انا مش ملتزم بقى بالكلام اللي انا قلته هنا، بس انا عارف انا ايه يعني بخرج براه امتى وبرجع له امتى. يعني مثلا ايه، انا بعمل شعر الراس لازم يبقى ايه بنفس الشكل اللي هو بتاع الشعر الحقيقي او بتاع الراس الحقيقيه. تمام. مش هخترع انا مثلا شعر مثلا طالع من هنا مثلا. تمام. العينين يعني مثلا عندك الحواجب عملتها بشكل بيضاوي وظللتها وخلاص. تمام. تجاعيد القورة ببقى عارف انا عاملها فين. تمام. ما اجيش مثلا هنا واقوم عامل دي تجاعيد القورة، لا، هي في القورة بتبقى فوق الحواجب بشكل معين. خلينا نتكلم بقى عن الوش اللي بالجنب. احنا اتكلمنا عن الوش اللي باصص لنا كتير، انا لما عملت ده فكرني بصراحة. اللي باصص لنا خلاص عرفنا ازاي. تمام. هو نفس اللي احنا عملناه في اللي باصص لنا، بس هنعمله ايه باصص للجنب. فعلامة الزائد دي هتبقى بدل ما هي كده، لا، هتبقى كده. هو بس باصص هنا فايه بحدد دي اللي هي عليها المناخير بس كده. تمام. العين طبعا العين التانية مش باينة لان هناك الودن بتدخل لجوه، متبقاش على الطرف قوي كده. تمام. الشنب كذلك، لو قلنا هنعمل له شنب هيبقى ايه، انا ممكن ما ايه يعني ساعات انا ازود الشنب فبطلعه من يعني مثلا الشنب. خلينا نشتغل بالقلم دلوقتي. انا والله مش محضر انا بتكلم في ايه، بس اللي بيجي في دماغي فعلا بقوله. بحاول افتكر اكتر تعليقات جت او اكتر اخطاء اتكررت مع الناس، فبحاول ان انا اظبطها يعني. تمام. انا بعمل الشنب، انا قلت هنا ايه من المنبت ونازل. تمام. هنا من المنبت ونازل ممكن انزله لبره خالص، بس المهم يبقى ايه المنبت فين، او يعني ممكن انا افور شويه في انه طلع لبره، بس ايه بس هو يعني الشنب تحت مناخير الراجل. تمام كده، بحيث ان انت بقى زودت فيها شويه، عملت له بريمه شويه. لكن ما تجيش مثلا تعمل ايه الشنب كده. وفي ناس بتعمل كده وعادي وبيعدي وكل حاجه، بس يعني خلينا احنا بنتكلم في المنطقي قوي، وبعد كده انت حرف زي ما انت عاوز، كل واحد له اسلوبه يعني. بس دي مراجعة سريعة كده على شوية تفاصيل في رسم الوش. اول حاجة اتفقنا ان احنا بنحدد الخط المستقيم اللي هيبقى الجسم واقف فيه علشان ما يطلعش مني مايل، وكذلك الارض اللي تحت علشان ايه رجله هتبقى نهايتها كده. اول حاجة بقسم انا بمستطيلات واشكال هندسية كده بالايه يعني بالشبه كده. يعني المربع اللي فوق ده هو الوش، اللي في النص ده اللي هو جسمه من فوق، ومن تحت شكل الرجلين. تمام. ده الوش. وبطلع مثلا ايه بالدراع، خليه ماشي في محاذاة الجسم كده من فوق، وانت نفسك لو وقفت وايدك جنبك هتلاقي ان كف ايدك بعد وسطك بشوية لتحت يعني. تمام. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنجيبهاش من دماغنا، احنا بنجيبها من حركات جسمنا فعلا يعني. ده هعمل واحد مثلا واقف إيه بميلان، هو انت عارف ان اللي هو ايه مميل وسطه كده.
تمام. فوسطه اللي هو ايه، جسمه اللي فوق هو اللي مايل الناحية الميلان اللي انا محددها سواء لليمين او للشمال. تمام. وتحت الرجلين. طبعا انا بعمل الافكار دي ايه، ببسط بيها فكرة ان انت ازاي ترسم وضعية الجسم. تمام. بغض النظر عن اي حاجة يعني. هعمل واحد هنا مثلا، هنا بقى بالجنب واحد مثلا ايه ماشي عادي جدا. بعمل وشه، احدد مثلا الرقبة عشان تبقى ده مثلا رقبته طويلة شوية. جسمه اللي فوق، والرجلين، الرجلين طبعا ايه واحدة قدام واحدة ورا. تمام. ده الهيكل اللي انا هبدأ ابني عليه. هبتدي بقى ان انا ايه ابني الشخصيات بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده. يعني اول حاجه في المربع ده هم حاطط الوش. تمام. الوش مثلا عامله على شكل مربع، بعمل له دقنه صغيره مش عارف ايه، بتحور انت فيه بقى زي ما انت عاوز. تمام. العين طبعا بمحاذاه الودن زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. تمام. لما باجي احدد، مش بحدد على الرصاص بالظبط، لا انا بحط بقى شكل الجسم، يعني الكتف نازل بالدراع بشكل انسيابي شويه. تمام. دي الرجلين. واحد مثلا ايه كرشه من هنا، الحته دي كلها، الدايره دي كلها هي كرشه مثلا يعني. ابتدي بقى اتخيل وضعيه ده اللي انا متخيلها اصلا المفروض يعني، وبان عليها الهيكل بتاعي. انه واقف مثلا حاطط ايده في وسطه بيتكلم كده. يعني زي ما انت شايف كده، انا مش عارف اقولها يعني. تمام. بقول اي حاجه انا يعني. طبعا مهم ان انت الفكره بتاعتك طبعا هي اللي بتسوقك تبقى راسم ايه او تبقى عامل ازاي. بس انا بوريك بس كنموذج يعني. ده اللي ماشي. تبتدي بقى تكبر في الملامح بتاعتك، اللي مثلا مناخير، الدقن، مش عارف ايه كده، الحاجات دي كلها. اعمل بيها الرجلين. بس في هنا غلطة جامدة جدا على فكرة. ان الرجل اللي قدام بتبقى عكس الايد اللي ورا. يعني مثلا لو رجلك اللي قدام، لو ايدك اليمين قدام يبقى رجلك اليمين ورا. ده في المشي، لو انت قمت ومشيت دلوقتي هتلاقي ان انت ايه، الرجل عكس الايد. تمام. بس كل ده يتظبط يعني. فدي بس التلات نماذج كده حبيت ان انا ايه ادردش معاك فيها علشان انت تشتغل وتورينا شغلك على الموضوع ده. انا بهتم بالوش لان تعبيرات الوش هي اهم حاجه في الكاريكاتير. لان انت في افكار كتير كاريكاتير بيبقى فيها شخصيات مختلفه، بس بتلاقي كل ملامحهم شبه بعض. انا مش عارف مين اللي منزعج، مين اللي مبسوط، مين اللي زعلان. في حاله كده تلاقي مثلا ايه كله معتمد على انه حاطط كده. تمام. فتلاقي الحوار ماهوش مش فيه اي رياكشن لاي حاجه في الدنيا. تمام. فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين نشتغل على تعبيرات الوش. فطالما انت بترسم الوش مظبوط وعرفت يعني تعرف ازاي اساسيات الملامح بتتحط فين وشكلها ايه والحاجات دي كلها، تعرف تبالغ شويه في ردود الافعال او في الرياكشنات اللي بنبقى محتاجينها في الفكره بتاعتنا. تمام. يعني مثلا هضرب لك مثال عن اهميه الرياكشن. خلينا نتكلم بالمره عن الشخص اللي بيجري لان ناس كتير بتسال عليه. لما تيجي ترسم شخص بيجري، عندك هنا الراس اهي. تمام. ده جسمه اللي فوق. تمام. انا باخد في النص في وسطه هنا كده، باخد الدايره دي اتكلمنا فيها قبل كده كتير جدا على فكره، ولسه في ناس برضه بتتلخبط فيها. تمام. الدايره دي اللي هي الوسط بتاعه. تمام. واعمل دراعه واحد كده وواحد كده، ورجله. تمام. ده الهيكل بتاع الجري. تمام. بعد كده بقى بدأ ايه اتخن اللي هي الايدين والرجلين. دي بقى الدايره دي بتظبط لي ايه، ان انا هبدأ منين اتخن، وهبدأ منين ايه احدد الجارية بتاعتي. تمام. اصبح عندك الدايرة اللي في النص دي ملهاش اي لازمة دلوقتي
خلاص هي ظبطت لك الدنيا هنا. تمام. عرفت انت بقى ان ايه عايز بقى مثلا تظلل دي، تمام، او العكس مثلا يعني. تمام. دي حاجه بالمره، بس انا ما كنتش عاوز اتكلم فيها دلوقتي، بس هنتكلم فيها تاني، بس انا قلت ايه شيء بشيء يذكر يعني. تمام. وهنعمل برضو واحد بيجري. في الاتنين اللي بيجروا دول مفيش فرق ما بين ده وما بين ده، لكن الفرق هيطلع امتى؟ لما اشتغل على الملامح بتاعتي وعلى الرياكشن بتاعي. انا عندي الوش ده مثلا اهو، وعندي الوش ده مثلا اهو، برضو نفسه بالظبط، بس انا لو جيت هنا ورحت اعمل كده، وهنا ورحت اعمل كده، واضح؟ ده مثلا بيجري ورا ده علشان يضربه، او ده بيجري منه عشان خايف. المهم الملامح هي اللي بتقول. طبعا الجارية نفسها لها توظيف طبعا للحاجات اللي زي دي، يعني لها توظيف. ان انت جارية اللي رايح يضرب حد غير جارية اللي بيجري وهو خايف، غير جارية اللي بيجري جري رياضي مثلا. فانا بس بقول لك ايه ليه ده مهم. تمام. هنخلينا بقى النهارده نشتغل على شويه سكتشات على الرياكشنات. يعني هنشتغل بقى، مش هنشتغل بالشكل المبدئي ده، هنشتغل يعني ايه بتفاصيل اكتر، لان احنا المفروض عندنا مرحله الصفر بقى بشويه. قلنا قبل كده ان الرياكشنات اللي بناخدها للشكل، طبعا علامه الزائد دي المفروض ان احنا خلاص بقينا بنعرف دلوقتي الدنيا فيها ايه. لو انا عملت العين مثلا ايه محدقه كده، اللي هي مبرقه يعني، وحواجب مرفوعه، مناخير اهي، غير ده مثلا. غير ده. غير ده. مثلا شايف الفرق ازاي في الرياكشن بيدي معنى تاني خالص. تمام. فده مهم جدا ان احنا نتمرن عليه. طب هنتمرن عليه ازاي؟ هل انا هقعد اخترع رياكشنات؟ هو في الاول الاختراع هيبقى صعب شويه، ان انت تقعد تخترع وان انت تقعد تتخيل. فانت ممكن تجيب مثلا ايه، ان انت تبص لنفسك في المرايه وتعمل نفس الرياكشنات اللي انت عاوز ترسمها. يعني عندك فكره مثلا محتاجه حد بيضحك ضحكه شريره وبيبص للجنب مثلا زي الراجل ده مثلا. تمام. فانت تبص لنفسك في المرايه وتشوف انت بتعملها ازاي. انت مش هتقلد شكلك، ولكن انت هتاخد العلامات الاساسيه. يعني مثلا العين المكشره اللي هي الحواجب المكشره، العين اللي بتبص بشر كده، طبعا توسيع العين ووضع النن في النص بيديها شيء من الشر شويه. الضحكه اللي هو بيجز على اسنانه ضحكه خبيثه كده، ضحكه شريره اللي هي مايله لجنب غير الجنب. تمام. بيعض على اسنانه، دي اللي هي فيها شر شويه. دي مثلا ضحكه بريئه. تمام. واحد بيضحك عادي بيقهقه يعني، واحد بيعيط. تمام. حاول ان انت تعمل نفس الرياكشنات دي بوشك، وشوف وشك هيبقى عامل ازاي. تمام. ده مثلا واحد متفاجئ او خايف من حاجه. طيب بتفرق بقى في ايه في الفكره بشكل عام؟ لو انا بعمل واحد مثلا يعني على سبيل المثال
ماشي، وفي هنا حفرة. تمام. فانا عايز اعبر بملامح الراجل ده ان هو ماشي ومش عارف ان في هنا حفرة. تمام. وعايز اعبر ان ده هو اللي حفر الحفرة. تمام. طبعا هو ممكن يكون واقف عادي، بس انا في الكاريكاتير انا عاوز ان انا اللي يشوف الفكرة بتاعتي يفهم الدنيا بالظبط، ما يقولش ايه يعني انا هرسمه مثلا بملامح اللي بيضحك، يعني ايه ان هو عامل مقلب يعني في حد. تمام. طيب في واحد مثلا هيبقى واقف عادي كده عادي. تمام. ده في الحقيقة. لكن انا في الكاريكاتير انا اللي عاوز اللي يشوف الفكرة بتاعتي او اللي يشوف الرسمة بتاعتي يفهم انا عايز افهمه، انا عايز اكون ايه، اديله الموضوع بشكل مباشر عشان ما يقعدش يقول ايه يا ترى ده اللي عاملها، لا ده شكله واقف عادي، وفي ناس تقول لك لا طب ما هو اللي عاملها. يعني غير لما تكون انت عايز تحير الناس، لكن انت لما تكون عاوز تقول للناس عشان بس ايه نقفل صفحة مين اللي حفر الحفرة دي، ادي الملامح دي. تمام. في يعني المباشرة في انك تدي الرسالة من خلال الملامح دي مهمة جدا. تمام. طيب اللي مش عارف ممكن نعمله عادي ماشي سرحان عادي بملامح هادية خالص، سرحانة خالص. تمام. كده بقى واضح من غير ما انا اتكلم ان ده اللي حفر حفرة لده، وده ماشي مش واخد باله ان في حفرة. تمام. مهم جدا الحكاية دي. تمام. بترسم مثلا ايه لو حد بيجري ورا حد، احنا قلنا دي برضه يعني في حد مثلا ايه ده بالملامح كده ان هو عاوز يوصل لده علشان يضربه او عشان يأذيه، والتاني بيجري منه وخايف. تمام. ملامح الشر هنا باينه طبعا، ممكن نديله شويه التأثيرات اللي انت عارفها دي. تمام. وملامح الخوف هنا باينه، ممكن نعمل له ايه نقطه عرق مثلا على جبينه مثلا كده. تمام. فالشاهد في الموضوع ان انت مهم جدا جدا ان انت تلعب على الملامح، ما تخليش الملامح كلها جامده، والعب على الملامح في تمرينك جامد جدا، ان انت مثلا ايه بالغ فيها قوي بحيث انها تبقى باينه. تمام. يعني لازم ده يبقى باين قوي ان هو بيضحك ضحكه شريره، لازم يبقى باين واضح. تمام. ما تعملش الملامح على استحياء، خليك قوي وانت بترسم الملامح بتاعتك. تمام. يبقى فيها قوه علشان تدي الايه التأثير مظبوط، وتدي الرساله اللي انت عايز توصلها مظبوط. ما تعملهاش ايه ان هو يعني كله كده فتفهمش هل ده مبتسم ولا ده وشه العادي ولا فاهم يعني. برضو ايه والخلال الفكره بتاعتك هي اللي بتخدم الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. اهتموا بالرياكشنات، لان الرياكشن ممكن يضيع الفكره تماما مهما كانت قويه، وممكن يعليها تماما برضو. يعني الرياكشن مهم جدا في خدمه الفكره بتاعتك. اتمرن كتير وورينا تجاربك على الجروب بتاعنا على الفيسبوك.